يا مساء الجمال. فيلمنا بيبدأ بمؤلفة كتب اسمها نورة، وبنعرف إنها عايشة لوحدها، لا وكمان حابسة نفسها لحد ما تخلص تأليف الكتاب بتاعها. وقتها اتصلت بيها إيرين صاحبتها وبتقول لها ده انت فاتتك خروجة امبارح. نورة قالت لها والنبي سيبيني في الهم اللي أنا فيه، أنا لازم أخلص الكتاب بتاعي ومش فاضية لا الخروجات ولا المرقعة. فالتانية ردت وقالت لها طول ما انت حاطة مارك في دماغك مش هتيجي يوم لقدام، يا اختي انسي وعيشي حياتك. وبعدين الرجال على قفا من يشيل، يروح مارك يجي جاك، يروح جاك يجي مشترك، هي الحياة كده هات وخد. وبعدين ما تاخديش كل حاجة على أعصابك. في الوقت ده بنعرف إن إيرين بتشتغل صحفية وشغالة على قضية بنت اسمها مادلين، والبنت دي فص ملح وداب. وإيرين عمالة تتكلم وتحكي لصاحبتها عن القضية، بس هي كانت مركزة على شباك ابن الجيران، واد كده عضلات وحلو حلاوة تجزع. إيرين فضلت تنده عليها انت يا خالتي انت رحتي فين، هو انا بكلم نفسي؟ ردت ها معلش كنت بتقولي ايه؟ اصل في مز هنا رايح جاي قصادي جاب لي حول مؤقت، جمال ايه وعضلات ايه. فإيرين قالت لها بس طالما الموضوع كده انا جايالك افتحي الباب. وبعد ما قفلت بترجع تكتب تاني، والكتاب بيتكلم عن ابن الجيران اللي هنا قصادي، ودي رائعة من روائع الفنانة نانسي، وصاحبتنا سرحانة في الأغنية وهاتك يا كتابة. وفضلت تراقبه كام يوم، بس تحس كده ان الواد ده غامض وصامت، ده كفاية الضوء الأحمر اللي طالع من شقته، ده شكله يخوف لوحده. وفي يوم بتشوفه هو راجع مع صاحبته، ففضلت تراقبه وبتتفاجئ ان هو كمان قاطع عليها وبيراقبها. الله، ده الكلام بقى على المكشوف. وساعتها نورة حست انها بتتشدله كل يوم اكتر من اللي قبله. المهم تاني يوم بتصحى على مكالمة تليفون من زميلها سكوتشي، وبيقول لها يلا فوقي كده وانزلي بسرعة، أنا عازمك على الفطار في المطعم اللي جنب البيت. وهي خارجة بتلاقي ابن الجيران في وشها، فعينيها بتلمع وبتفضل تتنحنح كده على أمل يعني إنه ياخد باله. ولما بتروح المطعم سكوتشي بيقول لها انت فين يا بنت، هو انا لازم اعزمك يعني عشان اشوفك؟ ومن الكلام ده بنعرف ان نورة من ساعة ما اتخزوقت من حبيبها مارك وهي مش طايقة الدنيا باللي فيها. فصاحبنا قال لها دي مش اخرة الدنيا، بكرة يجيلك ابن الحلال اللي هيخطفك على الحمار الابيض، ما تستعجليش على رزقك. ولما بترجع البيت بتشوف لوكاس ابن الجيران، ده طلع هو كمان بيراقبها وشكله بدأ يعجب بيها. وفي يوم صاحبتنا كانت طالعة من شقتها، فلوكاس عمل قال ايه يعني انه نسى مفتاح الشقة جوه، ومسكين يعني مش عارف يتصرف. وهنا العقل بيقول ملناش دعوة، بس نورة ما صدقت وهاتك يا لك معاه، وكمان بتعرض عليه يدخل عندها يستريح شوية لحد ما يشوف يعني أمه هيتصرف ازاي. صاحبنا قال لها لا متشكرين، أنا ما بحبش أتقل على حد. قالت له براحتك. قال لها لا استني انت رايحة فين، أنا كنت بهزر. ماشي موافق، ما كان من الأول هو لازم يعني شوية محن. وفعلا دخلوا عندها ونورة عملت الواجب والزيادة، وبتعرفه إنها مؤلفة، وهو بيقول لها انه مصور وبيسافر نيويورك كتير عشان جلسات التصوير. وفي وسط الكلام بيسألها عن صاحبها مارك، اصل بقاله فترة كده مختفي. فقالت له لا ما خلاص كان فيه وخلص وكل واحد راح لحاله، وانا دلوقتي بألف كتاب رومانسي وواخد كل وقتي. وبتعرفه ان اسمه الخيال مقابل الواقع. والقعدة بينهم كانت حلوة وزي الفل. وكمان لوكاس بيصورها وبيعرفها انه بيعشق التصوير وبيحب يلقط اللحظة الحلوة. وفجأة الباب بيخبط، ولسه البنت هتقوم تشوف مين، صاحبنا عمل فيها مش واخد باله وكب العصير على هدومها وقام هو عشان يفتح. وركز بقى معايا في الكلام ده عشان لوكاس لما طلع اخينا ده افتكر ان الشقة دي هي اللي مفتاحها ضاع، ولوكاس طلب منه يطلع مفتاح للباب بتاع شقة نورة، والتانية جوه ولا حاسة بحاجة. وتاني يوم الصبح نورة بتسجل في اللوحة بتاعتها انها اتعرفت اخيرا على ابن الجيران، وبعدها بتلاقي جواب باسمها. ولما بتفتحه بتشوف الصور اللي لوكاس صورها لها في نفس الوقت اللي هو راجع فيه من شغله. وأول ما بتحس بيه بتطلع تتشعبط في رقبته وبتشكره على الصور الجميلة. والتاني رد عليها بتقل كده اللي هو ما حصلش حاجة، ده جزء من شغلي. وده اللي زود إعجابها بيه أكتر. وكل ما تحس بشوية مشاعر بتسجلها على طول. وبعد يومين نورة بتكون خارجة مع إيرين وبتقابل لوكاس وهي على الباب، وبتعرفه إنها رايحة حفلة عيد ميلاد. فرد وأنا عندي شوية شغل كده. نورة قالت له أنا عندي سؤال هموت وأسأله، هو الضوء الأحمر اللي عندك ده أنت بتحمض الصور بتاعتك هنا صح؟ شوف وأنا اللي كنت ظلماك وفكرتك واد كده ولا كده، يلا اللهم اخزيك يا شيطان. على العموم شوف كده لو خلصت بقى تعالى. وسابته ومشيت. وفي الحفلة البنت يعني أمها كانت قاعدة مش على بعضها وعمالة تتخيل نفسها مع حبيب القلب. فقالت لك ما بدهاش بقى، واخدت بعضها وجري على لوكاس، وفعلا دخلت وقعدت معاه وفضلت تلفلف في المكان وتتفرج على تصويره. وقتها نورة اعترفت له انها كانت بتراقبه من الشباك. قال لها بصرة وانا كمان.
ولسه البنت هتفتح صندوق الصور بتاعه قال لها لا عندك ده الصندوق السري بتاعي. وهنا المحن اشتغل وقالت له لا بجد هو في ايه؟ رد وقال لها يا ستي ما تستعجليش، كل حاجه هتعرفيها في وقتها، بس احنا دلوقتي عندنا حاجات اهم. وتاني يوم الصبح بتصحى وهي في شقه لوكاس، وبعدها بتروح شقتها وبتفتح اللابتوب وبتبدا تسجل كل المشاعر الحلوه اللي عاشتها مع لوكاس. وبالليل سكوتشي وايرين بيروحوا يسهروا معاها وبيحتفلوا انها قدرت تتخلص من حبها القديم. نورا قالت لك انها بتعيش احلى قصه حب. مش بس كده، لوكاس هو كمان اداها دفعه حلوه عشان تخلص الكتاب بتاعها. واصحابها كانوا مبسوطين من التغيير اللي حصل لنورا. وبعد فتره بتشوف ان الجيران من الشباك وكانت دايبه في غرامه، بس برضه كان عندها احساس ان هو غامض كده وفي حاجه مش مريحه. وفي يوم كانت بايته عنده وبتشوف الصندوق اياه، والفضول خلاها تفتحه عشان تتفاجئ بصور بنات كتير. ولما بتحس ان لوكاس جاي بتقفله ولا كأن حصل حاجه. وتاني يوم نورا بتخرج مع زميلها وبتعرفه ان عندها ميعاد مع مارجريت، ودي بقى عندها دار نشر كبيره وهتساعدها في نشر الكتاب. مين بقى اللي قطع عليهم؟ عمك لوكاس، وعمال يصور فيهم من غير ما يحسوا. ليه؟ ده اللي هنعرفه كمان شويه. المهم نورا بتروح دار النشر وبتفضل تقنع في مارجت ان الكتاب بتاعها ده جديد من نوعه وبيحكي عن حياة الانسان بين الخيال والواقع. فمارجريت بتوعدها انها هتقف جنبها وتساعدها عشان تبقى مؤلفة مشهورة. وصاحبتنا كانت طايرة من الفرح وطلعت جري على حبيب القلب وحكت له على اللي حصل، وبتعرفه انها الفترة الجاية هتبقى مشغولة ومش هتعرف تشوفه عشان لازم تخلص الكتاب في ميعاده. بس لوكاس اتضايق وخد بعضه ومشي. وفعلا نورا قعدت فترة كبيرة مشغولة في كتابها ومنفضة لوكاس، وهو بقى لا على حامي ولا على بارد، وفضل رايح جاي على الشباك على امل يعني انها تبص له حتى. ولما بيوحشها بتقرر انها تروح له وبيقضوا وقت لطيف وظريف، وبعدها بتسيبه وتمشي وبتروح تفطر مع اصحابها. ايرين قالت لها شكلك كده وقعتي على بوزك. ردت الصراحه الواد عاجبني وداخل دماغي. فسكوتشي سالها انت تعرفي حاجه عنه؟ يعني اهله مين ولا حتى فين؟ فالتانية قالت لك لا بس كله هيبان مع الوقت، انتوا مش قعدتوا تزنوا عليا عشان اعيش وانبسط؟ ما انا حلوه وزي الفل. ولما بتروح لوكاس بيكلمها وبيعرفها انها وحشته وعايز يشوفها، بس هي قالت له انها مش فاضيه ولما تخلص هتكلمه. وكالعاده بتنفض له وبتقعد تكتب. وفجاه لقت الباب بيخبط وصاحبنا طلع عازمها على افتتاح معرض، لكن نورا بترفض وبتقول ان وراها بلاوي متلتله. رد ايوه يعني انت عندك وقت لاصحابك لكن انا لا مش كده، شكلي كده ما بقتش مهم في حياتك. قالت له لا طبعا ايه الهبل اللي انت بتقوله ده، الحكايه كلها ان انا لازم اخلص الكتاب ده وسلمه كمان يومين بس، اوعدك لو خلصت هجيلك المعرض. ورجعت تكمل ولسه هتقول خلاص خلاويص لقت نفسها كتبت جزء غلط. يا دي النيله. فبتبعت رسالة لوكاس وبتعرفه إنها مش هتقدر تيجي، وفضلت تشتغل لحد ما النوم بيغلبها. وقتها لوكاس بيرجع وبيفضل يخبط على الباب وكان عامل زي المجنون وبيقول لها قولي لي بقى كنتي فين؟ أنا فضلت قاعد مستنيكي وأنت ولا أنت هنا، ولما احتجتي لي سبت اللي ورايا واللي قدامي وجيت معاكي. فالتانية ردت وبكل هدوء أنا كنت شغالة، وبعدين أنا ما طلبتش منك تسيب شغلك عشاني. وأقول لك بقى على حاجة حلوة، شيل ده من ده يرتاح ده عندك وكل واحد يشوف حياته. لكن لوكاس قال لها يعني انا لعبه تتسلي بيها سيادتك في وقت فراغك؟ لا ما هو مش بمزاجي، انا بقى مش عايزه افركش دلوقتي. ولما لقيته متعصب كده طلبت منه يمشي. ونورا كانت مراوبه، واللي زود الرعب اكتر لما شافته عمال يدغدغ ويهبد في شقته، فاتصلت بسكوتشي وطلبت منه يجي لها البيت وحكت له على اللي حصل. والتاني كان قاطع عليهم من الشباك ومش طايق نفسه. وتاني يوم الصبح نورا وسكوتشي بينزلوا، ونورا بتروح على مقابله الشغل بتاعتها وسكوتشي بيروح يقعد على كافيه. وفجاه بيجي لوكاس من وراه ويديله ضربة على دماغه وقومه مكانه. ولما صاحبتنا خلصت بتكلم ايرين عشان تفرحها ان كتابها خلاص دخل مرحلة النشر. فالتانية قالت لها وده وقته يا اختي، تعالي بسرعة على المستشفى اللي جنب البيت. وهناك بتشوف سكوتشي يعني وهو متدغدغ ورايح في دنيا غير الدنيا. وطبعا محدش فيهم فهم اللي حصل. ولما نورا روحت لوكاس قابلها وطلب منها انهم يقعدوا مع بعض شوية يعني عشان يعتذر لها على اللي حصل منه، بس هي حبت تخلع وقالت له انها تعبانة وكمان متضايقة عشان زميلها في المستشفى. وطبعا هو عمل فيها من بنها وقال لها مين وازاي؟ طب مش كنت تقولي كنا عملنا الواجب يا جدع، يعني تقتل القتيل وتمشي في جنازته؟ واول ما بتفتح الباب بتلاقي ورد وهدايا، فبتبص للوكاس اللي هو انت دخلت هنا ازاي؟ والتاني عمل فيها مفتح وقال لها ما انت نسيتي باب الشقه مفتوح، سيبك انت افتحي وقولي لي ايه رايك. وساعتها بتشوف صوره ليها لما كانت قاعده مع اصحابها، معنى الكلام انه كان بيراقب كل تحركاتها.
فبتخاف وبتطلب منه يمشي عشان هي تعبانة. بس لوكاس قال لها طب مش عايزة تكملي الرواية بتاعتك؟ نورا قالت له وانت عرفت منين ان الكتاب بيتكلم عنا؟ يبقى انت دخلت وفتشت في حاجتي. وطلبت منه تاني انه يطلع بره، واخدت بعضها وطيران على بيت ايرين. والتانية لما عرفت قالت لها خلاص خليكي هنا كام يوم احسن لو روحتي يعمل فيكي حاجة. بس نورا بترفض وقالت لها فكك من جو المسلسلات ده. وقتها بيشوفوا في الاخبار صورة الست المفقودة. نورا قالت لها انا شفت الست دي فين قبل كده؟ فين؟ مش فاكرة. يلا مش مشكلة، شكل حوار لوكاس ده طير لي برج من نافوخي. واخدت بعضها ورجعت البيت. وهي في الطريق لوكاس بيفضل يرن عليها بس هي بتنفض له ومش بترد. فبيبعت لها فويس نوت وبيعرفها انه كان بيتصرف معاها على حريته، وده لانه بيحبها. وبيوعدها انه هيسيب البلد كلها ويمشي عشان هي ترتاح. وبعدها دخل بيتها واخد اي رسائل كانت كاتباها عن حياتهم. ولما نورا بتروح بتحس ان في حاجه مش طبيعيه، وكمان الورق اللي باسم المنال على عينه اختفى. فبتبص من الشباك لقيته في وشها فاستخبت بسرعه. وبالليل وهي بتحضر العشاء بتسمع صوت، ولما بتبص لقت لوكاس ومعاه واحده داخلين شقته. بس هو واثق ومتاكد انها شايفاه، قليان البنت هتغير. ولما صاحبنا اتأكد إنها نامت دخل متسحب وقعد قدامها، وكان كل تفكيره إنه مش هيسيبها تروح منه مهما حصل. يعني حب تملك يا معلم. والبنت بعدها بتفوق على صوت جرس الباب وبيطلع المنايل على عينه. بس هي بتخاف تفتح، لكن هو بيعرفها إنه خلاص مسافر وهترتاح منه، ويمكن دي تكون فترة يعني عشان يراجعوا حساباتهم. وبعدها إيرين بتجيلها البيت وبتعرف منها كل اللي حصل. بس اللي طمنها لما عرفت إن لوكاس مسافر أسبوعين 3. وقتها نورا بتفتكر هي شافت صورة البنت المفقودة فين، وعرفت صاحبتها انها شافتها عند لوكاس. ايرين قالت لها يا دي الوقعة السودة، لا يكون المنايل على عينه هو السفاح اللي مدوخنا وراه. بصي خلي بالك على ما اتاكد وابلغك. واخدت بعضها ومشيت. ونورا فضلت تدور ازاي تفتح باب شقة لحد ما قدرت تدخل البيت. وفضلت تدور على الصندوق الاسود، واول ما فتحته لقت صورتها. في نفس الوقت لوكاس وصل، ولما بتحس بيه اتصلت بالشرطه. واول ما شافته فضلت تصرخ، والشرطه وصلت ونورا قالت انها شافت صوره مادلين عنده جوه. فالمحقق قرر انه يكمل التحقيق في الاسم. ونورا دخلت جري على شقتها عشان تبلغ ايرين اللي حصل. فالتانية قالت لها لا ما خلاص لقوها، اصل البنت طلعت هربانه مع حبيبها. شكلك كده كنت ظالمه لوكاس، بس خلاص فكك من كل الهري ده. جهزي السلطه وانا هجيب بيتزا ونيجي نسهر سوا. وفعلا صاحبتنا قامت على المطبخ، ولما ايرين بتوصل بيكون باب البيت مقفول. فكلمت نورا بس صاحبتنا ما كانتش سامعه التليفون. وفجاه بتلاقي لوكاس فوق دماغها فطلعت تجري عشان تهرب منه. لكن صاحبنا مسك التليفون وكان هيخلص عليها، وعرفها ان هو حاول يخلص على سكوتشي عشان اخد حاجه مش بتاعته، وهددها انه هيخلص على اي حد هيبعدها عنه. فنورا مسكت السكينه ودبتها في بطنه قبل ما يخلص عليها. وقتها ايرين قدرت تدخل البيت، واول ما طلعت ولقت الباب مفتوح دخلت جري. وبتتفاجئ بنورا ولوكاس واقعين وسايحين في دمهم. بس نورا الحمد لله طلعت عايشه، ولوكاس كان خلاص اتكل على الله وريحنا. وبعد فتره نورا بتنزل اول كتاب ليها وبتبقى مؤلفه مشهوره. لا وكمان الزهر لعب معاها وطلعت في برنامج تلفزيوني، وبتقابل حب جديد وشكله كده هو اللي هيكسب. وكده يخلص فيلمنا. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. باي.